كتيبة طويلة جدًا، ولكن بسبب امتحانات، بسبب مساحة الموبايل برضه، بسبب حاجات كتير جدًا، فعُدنا والعود أحمد. فإن شاء الله في الفيديو ده هاقول لكم على حاجات لازم تاخدوها معاكم معرض الكتاب وأنتم رايحين، عشان الحاجات دي لو ما عملتوهاش قبل ما تروحوا معرض الكتاب هتخسروا كتير جدًا. فيالّا بينا نبدأ الفيديو. أهلًا بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا بخير وأحسن حال. إن شاء الله معرض الكتاب هيكون من يوم 23 أو 22 يناير لحد 9 أو 8 فبراير. فالوقت ده ممكن في أي وقت إن أنت عايز أو أنتِ عايزة تروحوا معرض الكتاب تبدأوا تروحوا من التوقيت ده. ولكن قبل ما تروحوا معرض الكتاب محتاجين حاجات أساسية مهمة أوي، أوي، أوي. هتقول إيه الحاجات الأساسية؟ يالّا، ورقة وقلم واكتب ورايا. وأول حاجة إحنا محتاجينها هي ورقة وقلم. هتقول ليه؟ أول حاجة لازم نعملها في الورقة والقلم ده، أول حاجة إن إحنا نفتح كده صفحة فاضية، وبعد كده نبدأ إن إحنا نعمل جدول. الجدول ده هيكون من حوالي 4 أعمدة. ال4 أعمدة أول عمود هيكون فيه الكتاب، تاني عمود هيكون فيه السعر، تالت عمود هيكون فيه دار النشر، ورابع حاجة هتكون القاعة والصالة اللي هو الجناح كمان. طب أول حاجة أنا مش هاعرف الكتاب اللي أنا عايزه. هاقول لك على حاجة، أول حاجة أنا عامل فيديوهين على اليوتيوب هاحاول اسيبها لكم في حتة هتطلع من هنا كده، عن الكتب الحلوة والكتب الوحشة اللي ما تشتريهاش. فممكن تشوف الفيديو وتشوف الحاجات اللي أنت مثلًا شدتك في الكتاب، أو ممكن تشوف مع أي فيديو على اليوتيوب تشوف الكتب اللي أنت مثلًا ناس كتيرة مرشحاها. أو كمان إن أنت ممكن في ضهر الغلاف الكتاب هتلاقي كده الضهر بتاعه موجود فيه الوصف بتاعه. هاوريك استنى أهو، زي كده تبدأ ده كله كده وصف الكتاب. لو عجبك الكتاب it's okay ممكن تشتريه، لو ما عجبكش خلاص ممكن ما تشتروش لو ما شدكش. وبعد كده تاني حاجة وهو السعر. السعر إحنا مش هنقدر نحدده، إحنا هنحدده وإحنا هناك في معرض الكتاب، فهنأجله شوية عشان هاقول لك تعمل إيه والنصايح في آخر الفيديو. تالت حاجة وهي دار النشر. دار النشر من الحاجات المهمة أوي، أوي، أوي اللي أنت لازم تعرفها عن الكتاب. وهو برضه أنت لمّا تيجي خلاص قريت الوصف، أي كتاب أنت خلاص مثلًا بحثت عن جوجل أو في أي chat وقُلت له الكتب المهمة، قُل له بقى إن أنت عايز تعرف الدار النشر. هتلاقي دار النشر أهي، ده مثلًا دار النشر لتوزيع الرواق أو الرواق مش عارف، وهتلاقي في الضهر. فدايمًا دار النشر هي الوحيدة اللي هتلاقي إن هم منزّلين الكتاب ده، فهتكون كاتب اسم الكتاب اللي أنت عايزه، مثلًا استراحة نفسية، والسعر هنسيبه إحنا مش عارفينه حتى الآن، ودار النشر هو دار نشر الرواق. هتدخل بقى على صفحة الفيسبوك بتاعة دار النشر الرواق، وتبدأ تدخل عندهم على الفيسبوك وتشوف هم في قاعة كام وفي صالة وجناح كام، عشان ده هيساعدك كتير جدًا من اللف والدوران بجد بمعنى الكلمة. لأن أنا أول سنة رُحتها خالص إحنا كنا بندخل كده إحنا مش محددين إيه اللي إحنا هنجيبه، وكنا بنتخدع بسهولة من الكتب الحلوة، وناس بتوقّفك تقول لك الكتاب ده حلو الكتاب ده مش حلو، وأنت أصلًا مش عارف أي حاجة. فأنت بالنسبة لك الموضوع ماشي، هات الكتاب ده اقراه، هات ماشي الكتاب ده اقراه، ممكن يطلع حلو، حلو فعلًا. في كتب بالنسبة لنا طلعت حلوة، وفي ممكن يطلع مش حلو خالص. فأنت كده حددت أول حاجة اللي هو الكتاب، والسعر هنسيبه في الآخر، وحددت دار النشر والقاعة والجناح. دول كده هتخلّيهم معاك وتكتب كل الكتب اللي أنت عايزها. طب بعد كده هندخل على تاني حاجة وهي الفلوس، ويكون معاك فلوس ورق. بلاش الكريدت أوي، أو خلّي الكريدت ده وقت الأزمة، بس خلّي معاك برضه حساب ورقة كده عشان خاطر لو ما لقيتش مثلًا فيزا، أو مثلًا فيزا زحمة جدًا، فيبقى معاك ورق يبقى أسهل وأسرع. وتالت حاجة برضه وهي الفلوس. خلّي بالك كل كتاب تجيبه تكتب السعر جنبه في الجدول اللي إحنا عاملينه. هتقول لي ليه؟ عشان في الآخر يا جماعة تبقى أنت عامل البادجت بتاعتك، الميزانية بتاعتك، أنت رايح مثلًا ب500 جنيه، فأنت وأنت بتكتب كل كتاب تكتب مثلًا كل كتاب جبت مثلًا ب100، 80، 70، 50، 40، 20 مثلًا. فتروح في الآخر تجمّع وأنت واقف كل ده وأنت في الدار، يعني تمسك كده الورقة والقلم ومثلًا السعر تمام كده، حسيت إن السعر كده خلاص البادجت بتاعتي اكتملت، خلاص أنا ما اجيبش أي كتاب تاني، لأن بجد إغراء. وده برضه اللي إحنا ما عملناهوش، إن إحنا ما حددناش الميزانية بتاعتنا لمّا رُحنا معرض الكتاب قبل كده. ما حددناش الميزانية بتاعتنا، رجعنا حوالي دفعنا 700 جنيه، وده كان حوالي من 3، 4 سنين. بالنسبة لنا كان 700 جنيه ده كتير جدًا. بلاش، حدد اللي أنت عايزه الأول، وده اتعلمنا فيه، وبعد كده رُحنا بقينا متعلمين هنجيب كتاب إيه وسعره وكتبناه جنبه، وبدأنا إن إحنا نعدّل الميزانية شوية. رابع حاجة بقى وأنت في معرض الكتاب محتاج شنطة.
محتاج شنطه ظهر ظهر ظهر. هتقول لي اشمعنى؟ اي كتاب هتجيبه هتحطه في الشنطه الظهر دي. هتقول لي اي نو، عارف ان انت المنظر والشكل والشكل العام ان احنا ماسكين كتب كده وجديده وجميله، بس في الاخر هتزهق، في الاخر هتلف كتير جدا، فالشنط هتلخم بجد. ده يعني كل اللي انا بقوله لكم ده يعني بالظبط ده اللي حصل معانا. فبالنسبه لنا كانت الشنطه الظهر كانت كويسه جدا، حطينا فيها كل الكتب، وبعد كده لما روحنا بقى بدانا نشوف ايه الحاجات. مش عارف بصراحه دي الحاجه رقم كام، ولكن انا هسيب لكم الحساب بتاعها هنا، وهو انك تلبس حاجه مريحه. اي حاجه مريحه في رجليك بجد يا جماعه. لو قلت الشياكه، اي نو الشياكه يا جماعه، وعندكم اخوك اهو بيقول الشياكه برضه، وفي الاخر بعيط دم يعني. فمعرض الكتاب مش محتاج ان انت تلبس حاجه تاذي رجليك او حاجه تتعب رجليك، هيلز والحاجات دي، نو. تلبس حاجه مريحه، سنيكرز بالنسبه لك اريح سنيكرز، عشان بجد هتلف كتير جدا وقت كتير جدا. وكمان تلبس حاجه بنطلون، ما تلبسش بنطلون جينز، ارجوك نصيحه. تلبس بنطلون جينز ضيق، عشان البنطلون جينز الضيق ده بجد هيعمل لك حاجات احنا فاهمينها. فبلاش تلبس بنطلون جينز ضيق، تلبس الوايد ليج، او حاول تلبس مثلا كارجو، او حاول ان انت تلبس سويت بانس. حاول ان انت تلبس حاجه مريحه عشان لما تروح بجد هتمشي كتير جدا، فتكون مرتاح، حتى تكون يعني الى حد ما مرتاح ومش متضايق وزهقت في نص المشي والحاجات من دي. مش عارف رقم كام، ولكن اهم حاجه معاك مصليه. في مسجد هناك، في مسجد هناك، ولكن خلي بالك ان انت يعني الواحد يعني دنيا، فان احنا نتلهي عن الصلاه. فحتى لو انت مثلا ما لحقتش المسجد، او انت ما لحقتش مثلا تصلي، يبقى معاك مصليه، وانت برضو بيبقى معاكي اسدال، في اسدالات بتبقى قد المصليه دي بالظبط، قد كف اليد. ممكن في اي مكان تروح فارش المصليه وتبدا انك تصلي، عشان خاطر ان احنا ما تنساش الصلاه، والظهر هيجي مع العصر، هيجي مع المغرب، وهتيجي بالليل وفي الاخر هتلاقيك ما صليتش ولا صلاه، وهتجمعهم في الاخر، وده مش حاجه كويسه. فخليك معاك المصليه دي هتفرق معاك قوي قوي جدا يعني، وكان خلي معاكي اسدال. ودي كانت الحاجات المهمه اللي انت لازم يعني تعملها قبل ما تروح معرض الكتاب. تعالوا اقول لكم بقى تبسات كده صغيره تفرق معاكم جدا، هتوفر في الميزانيه، وهتوفر في حاجات كتير، وهتوفر في الوقوف، وهتوفر في الحاجات كتير جدا. واول حاجه ان انتوا تحجزوا التذكره بتاعتكم اونلاين، وانتوا واقفين اونلاين تحجزوا على طول التذكره بتاعتكم، او انتوا قبليها اعتقد في البيت ان انتوا تحجزوا التذكره بتاعتكم اونلاين، او انكم يبقوا معاكم داتا، عشان خاطر برضو في الاونلاين على طول وانتوا واقفين، بدل ما تقفوا صف كبير جدا للتذاكر اللي هي على طول تاخد انت عايز تذكره يعني. فخليك ان انت معاك داتا، عشان خاطر لو اونلاين على طول تحجزها اونلاين وتدخل، احسن ما تقف في الصف. تاني حاجه، لو انت رايح لازم تروح من الصبح. روح من الصبح، ما تقولش هروح بعد العصر، ما تقولش هروح بعد المغرب، لان هو غالبا بيخلصوا الساعه 10 11 اعتقد، مش عارف بصراحه بيخلصوا الساعه كام. ولكن معرض الكتاب مهما لفيت فيه يعني ممكن تقعد تاني يوم عايز تروح تاني. فروح من الصبح، من الساعه 9 الصبح مثلا، تنزل من البيت، تبدا انت تروح مثلا الساعه 10 11، يا دوبك تبدا اللف بتاعك وتبدا تشوف الكتب اللي انت عايزها. وعلى فكره في حاجات تانية غير الكتب كتير، وده هقولها لكم في رقم 3. البادجت، مش كل البادجت بتاعتكم تحطوها للكتب، لا، هتلاقوا فيه هناك لعب، هتلاقوا فيه هناك نوتات، ودي انا عايز اروح عشان اجيب نوتات بصراحه. وهتلاقوا كمان في حاجات كتير جدا، وفي حاجات دينيه، وعندكم برضو سوق الازبكيه هتلاقوه هناك، وهتلاقوا حاجات كتير جدا. بس دور كويس. وكمان وانت بتدور كويس حاول تشوف مثلا، انا عايز مثلا الكتب القديمه، عايز مثلا الكتب الجديده، عايز اجيب مثلا حاجات من مثلا ازبكيه، حاجات قديمه قوي هتنفع معايا. وهتلاقوا كمان في جناحات هيكون فيها اللي هي اسعارها بتبقى صغيره جدا، واسعارها تبقى يعني تبدا من 5 ولا 10 جنيه. فقبل ما تروح او انت هناك قول اسال، وهتلاقي ناس كتيره بتساعدك هناك. وانت برضو قبل ما تنزل من البيت حاول انك تفطر، او تجيب فطارك معاك وميتك، لان هناك في فطار وفي ميه وكل حاجه. بس يعني احنا بنحاول نوفر في الميزانيه بتاعتنا عشان خاطر نوفرها في الكتب. فحاول انك تفطر في البيت، او انت تاخد الفطار بتاعك، وتاخد ازايز ميه برضو كتير، عشان هيكون تمشي كتير وبتاع، فهتلاقي نفسك ان انت عطشان. وكمان ما تنساش تاخد جاكيت، عشان لو بالليل فضلت قاعد بالليل هيكون الجو ساقع جدا، فتاخد معاك جاكيت. طب بالنسبه للغدا، يا اما تتغدى في البيت مفيش مشكله، او مثلا تلاقي هناك برضو في مناطق غدا، او مثلا ممكن تطلع على اقرب حته مثلا كايرو فيستيفال او حاجه، تروح مثلا تتغدى هناك زي از يو لايك بقى
هتاخد الموبايل معاك وهتستخدم الموبايل كتير. لو أنت مثلًا هتروح تصوّر vlogs، هتروح مثلًا تستخدم الموبايل كتير، حاول إنك تاخد power bank معاك، ما تاخدش شاحن. الشاحن ما فيش مناطق إن أنت تفضل قاعد جنب الفيشة، تقعد قاعد حبّة حلوين، لأ، هتاخد power bank معاك عشان الموبايل وهكذا، ويكون معاك الوصلة بتاعتك برضه، عشان مش هتلاقي مثلًا فيشة وتفضل قاعد جنب الفيشة حبّة حلوين، لأ، خُد معاك الpower bank أحسن. وآخر حاجة ما تنساش إنك تخلّي بالك من نَفْسك وأنت رايح، ولو جبتوا حاجة من هناك منشنوا لي أو اكتبوا لي في الcomment، قولوا لي لو أنتم مثلًا رُحتوا قبل كده ولو في نصايح أنا ما قُلتهاش عايزين تقولوها لحد، قولوا لي في الcomment تحت عشان كُلّنا نعرف، يعتبر ده community كده مع بعضينا، كل واحد يعرّف التاني إيه اللي هو حاجات النصايح اللي أنا مثلًا ما قُلتهاش أو نسيتها، وكمان أنا كمان آخُد نصايحكم عشان إن شاء الله لو رُحت أحاول أعمل لكم vlog هناك لو رُحت بإذن الله. بس كده، ده كان نهاية آخر الفيديو. ما تنساش إن أنتم تعملوا لي follow على الإنستجرام والتيك توك، وتعملوا لي subscribe وتفعلوا زر الجرس وتعملوا share وcomments وحاجات من دي بقى. وبس كده، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.